أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إشراقات. يوم اللغة الكردية ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هي أعلان وجود يتجدد في كل بيت، في كل كتاب وفي كل صوت يغني بالكردية. إنها لغة الأم، لغة الدموع والفرح التي عبرت حدود القهر وظلت شامخة في وجه محاولات الطمس والتجاهل. في هذه الحلقة سنسلط الضوء على مناسبة غالية على قلوب الملايين، إنها عيد اللغة الكردية. وضيفنا في الاستديو السيد آزاد برازي، نائب الرئاسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. سيد آزاد، نرحب بك مجددا. اللغة الكردية تنتمي إلى العائلة اللغوية الهندو أوروبية، وتحديدا إلى فرع اللغات الإيرانية الغربية. ما هي الجذور التاريخية واللغوية للغة الكردية ومن أين نشأت؟ طبعا بداية أبارك لكافة مكونات الشعب السوري بهذا اليوم، يوم اللغة الكردية، وأخص المكون الكردي وعموم أبناء الشعب الكردي في كردستان ومختلف أرجاء العالم، وكافة المتحدثين، لأن هناك كثير من الناس يتحدثون اللغة الكردية وهم قد يكون ليسوا بأكراد أيضا. اللغة الكردية من حيث الجذور التاريخية تصنف ضمن اللغات الآرية، واللغات الآرية أيضا تقسم إلى عدة فروع، منها طبعا لدينا اللغة الهندو أوروبية. طبعا ما نقصد به الهندو أوروبية نقصد بها المساحة الجغرافية المحصورة ما بين الهند وأوروبا. كل الشعوب التي تسكن المنطقة الجغرافية تدخل ضمن إطار اللغات الهندو أوروبية. أيضا اللغة الهندو أوروبية يتفرع منها اللغات الإيرانية. اللغات الإيرانية أيضا تقسم إلى شعبتين، لدينا الشعبة الشرقية والغربية. الغربية تقسم إلى أيضا فرعين، شمالية وجنوبية. الشمالية الكردية والجنوبية هي الفارسية. طبعا كل لغات الهندو أوروبية لها جذور متقاربة من بعضها البعض. هناك كثير من اللغات قريبة، حتى لو إذا تتبعناها من حيث اللفظ، من حيث نستطيع أن الصوتيات. يعني على سبيل المثال بين اللغة الكردية مثلا البلوشية، اللغة الكردية والفارسية، هناك كثير من التقارب. فبالتالي الجذور التاريخية للغة الكردية كما صنفناها هي ضمن اللغات الآرية، وبالنهاية تصنف ضمن اللغات الإيرانية بشعبتها الغربية الشمالية حصرا التي تنتمي إليها اللغة الكردية. نعم، الأبجدية الكردية تعتمد على على عدة أنظمة كتابة مختلفة، ولكن الأكثر استخداما هي اللغة الأبجدية اللاتينية والأبجدية العربية، وبالإضافة إلى الأبجدية الأرمنية في بعض الحالات. لذا نود أن نتحدث عن أبجديات اللغة الكردية. طبعا أبجديات اللغة الكردية في سنة من السنوات طبعا كنت أقرأ بحث بهذا بحث عام يتحدث عن اللغات، وخاصة يتحدث عن اللغة الهيروغليفية والأحرف الهيروغليفية. طبعا وردت عبارة في هذا البحث الطويل أنه هناك باحث قديم إسلامي بأيام الخليفة عبد الملك بن مروان. هذا الباحث طبعا هو سرياني، يسمى أبو بكر الكلداني أو يلقب بأبو بكر الوحشية. هذا الكاتب كان لديه كتاب الشوق المستهان في معرفة رموز الأقلام، يتحدث عن 90 لغة. ضمن ال90 لغة يتحدث عن اللغة الكردية والأبجدية الكردية. ويقول أبو بكر الوحشية طبعا أنه كان هناك تنافس حضاري ما بين الكلدان والكرد، وهناك 40 كتاب موجود في مكتبة بغداد بهذه اللغة بالأحرف الكردية القديمة. أيضا الشيء الآخر أنه قام بترجمة كتابين من الكردية إلى العربية والسريانية. طبعا الكتابين مضامينهم كانت تتعلق بالزراعة، ويقول كل ما ترجم حول موضوع الزراعة ترجم عن اللغة الكردية إلى العربية.
طبعا إذا هناك أبجدية. كان السؤال ما هي الأبجدية الكردية القديمة؟ لكن من المعروف بعد انتشار الإسلام ودخول الكرد، نعرف أنه الشعب الكردي بغالبيته شعب مسلم، بالتالي طغت الأحرف العربية كون لغة القرآن أو أحرف القرآن. نستطيع أن نقول كل الشعوب الإسلامية تبنت الأحرف العربية، فبالتالي اللغة الكردية أصبحت تكتب بالأحرف العربية، أو نستطيع أن نقول الأحرف الآرامية أو السريانية القديمة. فلاحقا مع مرور الزمن وتطور الفكر والثقافة الكردية، ظهرت هناك كثير أو هناك باحثين نستطيع أن نقول طرحوا أنه ناقشوا موضوع أنه هذه الأحرف هل يا ترى تتناسب مع اللغة الكردية أم لا. نحن نعرف أن اللغة الكردية ليست فيها حركات كما اللغة العربية، ضمة وكسرة، هناك صوتيات، على ضوء هذه الصوتيات تتحدد طبيعة الكلمة. فبالتالي الأحرف هناك صوتيات كثيرة مثلا ليست لها وجود في الأحرف العربية، فبالتالي كان هناك طرح لفكرة إيجاد أبجدية تكتب باللغة الكردية. طبعا قضية الأبجديات خضعت كثيرا لاعتبارات سياسية، منها ما كتبت بالأحرف الأرمنية، منها ما كتبت بالأحرف الروسية، منها ما كتبت بالأحرف العربية، منها ما لكن لم تلقى رواجا. وهناك أيضا دور للمستشرقين، المستشرقين أيضا لعبوا دور بوضع أبجديات للكرد، خاصة نحن نعرف أنه دراسات الكردولوجيين، نستطيع أن نقول كردولوجيين يعني الأشخاص الذين علم الأكراد، يعني نستطيع أن نقول من الإيطالي ماكاروني وما بعده، حاولوا دراسة واقع اللغة الكردية وأيضا محاولة وضع أبجديات كردية، لكن كل هذه الأبجديات لم تنتشر، لم تأخذ رواجا في عموم كردستان لاعتبارات سياسية عدة، حتى وصلنا للأبجدية الأخيرة، الأبجدية التي وضعها مير جلادات بدرخان. طبعا أيضا هذه الأبجدية كان القصة أو الحدث الذي أدت أن يتوصل مير جلادات بدرخان إلى هذه الأبجدية، أنه كان في رحلة مع أحد الباحثين الفرنسيين إلى شمال كردستان بين أبناء عشيرة رشوان، فبدأوا بكتابة جمع التراث الكردي الشفوي وكتابته. مير جلادات بدرخان كان يكتب بالكردية بالأحرف العربية، أما بالنسبة للباحث الفرنسي كان يكتب باللاتينية. فعند العودة ومراجعة النصوص المكتوبة كان هناك سهولة لدى الباحث الفرنسي في قراءة النص الكردي بالأحرف اللاتينية، أما كان مير جلادات بدرخان يتعرض لصعوبة، يعني يواجه صعوبة في قراءة النص التراثي الكردي. فبالتالي توصل النتيجة أنه ضرورة أنه هذه الأحرف لم تعد تناسب اللغة الكردية، فقام بوضع أحرف. طبعا نحن نعرف أنه مير جلادات بدرخان كان يتقن على الأقل 7 لغات، فكان له علم ومعرفة بعدة لغات، فوضع أحرف أبجدية تتناسب، منها ما هو شبيه مع اللغات الأخرى اللاتينية، ومنها ما هو خاص باللغة الكردية. فأول نستطيع أن نقول استخدام لهذه الأبجدية كان بمجلة هاوار عام 1932 في دمشق، التي استمرت أعتقد ل 43. فهذه المجلة كانت بداية استخدام للغة الأبجدية أو بالأحرى الأبجدية التي وضعها مير جلادات بدرخان. طبعا عندما نقول مثلا أبجدية للغة الكردية، اللغة الكردية واسعة ومتعددة اللهجات. نستطيع أن نقول أبجدية كانت للهجة الكرمانجية الأكثر استخداما في عموم كردستان. نحن نعرف عدد المتحدثين، طبعا اللهجات الكردية لهجات متعددة كالكرمانجية الشمالية، نستطيع أن نقول كرمانجية الجنوبية السورانية، لدينا الزازاكية، لدينا الجورانية، اللورية، طبعا لهجات متعددة. اختلف الباحثون المختصون في عدد هذه اللهجات أو تصنيفاتها الأساسية، ما هي اللهجات الأساسية وما هي اللهجات الفرعية. في النهاية كل هذه الأمور تخضع للبحث في إطار اللغة الكردية والبحث في مؤسسات اللغوية الكردية في عموم كردستان. نعم. يمثل يوم 15 من أيار بالنسبة للكرد فرصة للاحتفال بثقافتهم وتراثهم والتأكيد على أهمية اللغة في تشكيل الهوية الكردية تاريخيا. ماذا يعني 15 من أيار للشعب الكردي؟
طبعا 15 من أيار كما قلنا صدور أول عدد من مجلة هاوار. كما قلنا هي انطلاقة جديدة وانبعاث جديد للغة الكردية خاصة المكتوبة، طبعا بالأحرف اللاتينية الجديدة التي وضعها مير جلالات بدر خان. ونحن نعرف أنه هناك القاعدة الأوسع التي تستخدمها الآن، يعني في شمال كردستان، في روجاواي كردستان، أيضا في قسم في جنوب كردستان، وفي مناطق أرمينيا وأذربيجان يتم استخدام الأحرف اللاتينية التي وضعها مير جلالات بدر خان. نحن نعرف أنه اللغة الكردية تعرضت خلال سنوات طويلة لسياسات عنصرية وتمييزية ومحاولة إمحاء الهوية والثقافة الكردية والشخصية الكردية، ولا شك أي شعب بدون لغة يعني لا وجود له. اللغة عنصر أساسي وهام في وجود هذا الشعب، فبالتالي كل ما نستطيع أن نقول إذا توحدنا على بعض الأمور الأساسيات تعتبر، يعني على سبيل المثال مسألة الأبجدية، إذا تم استخدام أبجدية واحدة في عموم كردستان لا شك ستكون رابطة ما بين الكرد أقوى وأقوى. فبالتالي كتابة هذا التراث بهذه الأبجدية نستطيع أن نقول أيضا الجيل الجديد، يعني الجيل الجديد الذي استمر على النهج بتعلم اللغة الكردية في نستطيع أن نقول في هذه المرحلة الحالية خاصة، يعني مهم جدا هذا اليوم للتذكير بمفردة ومفردة مهمة من مفردات الشخصية الكردية. فالاحتفال ليس فقط هو عبارة عن احتفال بمناسبة، بل هو أيضا تراث نستطيع أن نقول ننقله إلى الأجيال القادمة. لا شك عندما الجيل الجديد عندما يعرف هناك مناسبة لليوم اللغة الكردية وهناك احتفال بيوم اللغة الكردية، يستطيع أن يستشعر مدى أهمية هذه المفردة في وجدان الإنسان الكردي، في وجدان الشعب الكردي، في تاريخ الشعب الكردي. فبالتالي هذا اليوم يوم مهم جدا، ونتمنى أن يتم اعتماده في عموم كردستان كيوم للغة الكردية بشموليته، نستطيع أن نقول بشموليته، حتى يتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل. سيد آزاد، أود أن أسألك عن جانب آخر متعلق بهذا الموضوع. هل يكفي إحياء عيد اللغة الكردية للحفاظ على اللغة، أم نحن بحاجة إلى خطوات أعمق؟ طبعا لا شك من المفروض أن يكون كل يوم من أيامنا هو عيد يوم اللغة الكردية، يعني كل يوم من الأيام، ليست فقط أنه نحصرها بجانب مناسبات نستطيع أن نقول في 15 أيار. كل يوم، كل ساعة، كل دقيقة يجب أن يكون عمل من أجل تطور وتقدم اللغة الكردية. لا شك الاكتفاء بعملية الاحتفال بيوم اللغة الكردية وحدها غير كافي لحماية التراث والهوية الكردية واللغة الكردية. نحن بحاجة إلى مؤسسات لغوية، يعني حتى الآن نستطيع أن نقول ليس لدينا نحن لدينا لهجات متحدثين بهذه اللهجات. صح 80% من الشعب الكردي يتحدث اللهجة الكرمانجية، لكن هناك السورانية، هناك صعوبة أحيانا في فهم السورانية، وهناك الزازاكية، صعوبة في فهم الزازاكية. طبعا لو كان هناك اختلاط كان ممكن التفاهم بشكل أسرع والتعلم كل اللهجات الموجودة في كردستان، لكن نعرف الحدود السياسية، نعرف الطبيعة الجغرافية لكردستان سابقا طبعا أثرت بشكل سلبي بهذا الموضوع. لكن من الضروري جدا وجود شيء نستطيع أن نقول إذا أخذناه بالقياس مع اللغة العربية، مجمع للغة الكردية تعمل على إيجاد نستطيع أن نقول لغة كردية فصحى، لغة مكتوبة. يعني قد نتحدث في البيت بأي لهجة من اللهجات، قد أتحدث كرمانجية أو السورانية، لكن عندما أدخل في عالم الكتابة مثلا، في عالم التعبير بالعلم أو المعرفة أو التعبير عن أي موضوع من المواضيع، يجب أن يكون مفهوما من قبل كل إنسان كردي. فبالتالي هذه المؤسسات اللغوية من ضروري جدا وجودها حتى يتم توحيد الأبجدية، وأيضا إيجاد نستطيع أن نقول لغة كردية فصحى مفهومة من قبل الجميع ومكتوبة من قبل الجميع.
أيضا نقطة مهمة، ما هي التحديات التي واجهت اللغة الكردية عبر التاريخ؟ طبعا سياسات الإمحاء، إمحاء الهوية الكردية والشخصية الكردية طبعا هي سياسات قديمة استخدمت منذ نستطيع أن نقول من احتلال كردستان، لربما بفترة من فترات الكرد طبعا يعني قضية استعمال اللغة، كون كان هناك لغات وثقافات طاغية نستطيع أن نقول لربما أدت إلى تراجع، وخاصة من جانب الكتابي، يعني ما هو مكتوب. يعني إذا عدنا إلى أقدم أثر حتى الآن على الأقل موجود، هو طبعا يعود إلى القرن العاشر الميلادي، يعني القرن العاشر الميلادي، أشعار بابا طاهر الهمداني، ولاحقا تتالت الكتابات باللغة الكردية وظهر كثير من الشعراء والفلاسفة، على سبيل المثال مثلا ملاي جزيري وأحمد إخاني وإلى آخره، سلسلة طويلة نستطيع أن نقول كانت روح مقاومة، يعني يمكن أن نسميه روح مقاومة، قاومت حالة السياسات والتمييز وطمس الثقافة والهوية الكردية. يعني يمكن إذا عندما نقرأ موموزين، موموزين ليس فقط عبارة عن قصة حب، بل هي فلسفة متكاملة طرحها أحمد خاني قبل 300 و400 سنة، وهناك كثير من أبيات فيها أبيات قومية، يعني فيها فكر قومي كردي، فيها فكر وطني كردي، فبالتالي بمعنى هناك روح مقاومة جاءت للتصدي لهذه السياسات وهذه الثقافات الطاغية نستطيع أن نقول. يعني الكرد أثبتوا وجودهم على الرغم من الوضع السياسي القائم في تلك المرحلة. لاحقا طبعا بعد ما ظهور الدول القومية والأنظمة السياسية والدول الحديثة، لا شك هذه الأنظمة كون معروف سواء في روجافا في سوريا أو في جنوب كردستان أو في شرق كردستان أو في شمال كردستان، السياسات التي كانت تمارسها الأنظمة سياسات إمحاء ومحاولة القضاء على الكرد نهائيا. وحتى الآن هناك حتى الآن قوانين استثنائية بهذا الأمر، وليس هناك أي قانون أو أي نص دستوري يسمح للكرد نستطيع أن نقول قبل 2005 بتعلم اللغة الكردية. نحن نعرف أنه الدستور العراقي بعد 2005 طبعا باتفاقية آذار 1970 كان هناك بعض القرارات، لكن في 2005 تم وضع دستور للعراق، فبالتالي أصبحت اللغة الكردية جانب العربية هي لغة رسمية في العراق عموما. أيضا في ثورة روجافا، في ثورة روجافا طبعا أيضا نحن نعرف اللغات الرسمية ثلاث في شمال شرق سوريا حاليا، في إقليم شمال شرق سوريا، هي العربية والكردية والسريانية. يعني هناك متنفس في الشرق الأوسط. الكرد نتيجة نضال طويل استطاعوا نستطيع أن نقول إثبات ذاتهم وهويتهم وإيصال اللغة الكردية إلى مستوى يرتقي نستطيع أن نقول تم تثبيته في نصوص دستورية كما في الدستور العراقي، وما زال الوضع السوري في نستطيع لم نصل إلى النهاية. يمكن العمل بجد في سوريا عموما وفي شمال شرق سوريا من أجل تثبيت اللغة الكردية كلغة رسمية في الدستور السوري. وللأسف لحد الآن السياسات في شمال كردستان وفي شرق كردستان ما زالت حتى الآن الأنظمة السياسية ما زالت متحجرة متخشبة في ذهنيتها، غير قابلة لتقبل إعطاء هذا الحق للشعب الكردي. طبعا لا شك هذا الشعب أيضا لن ينتظر هذه الأنظمة، سيبقى يناضل حتى يحصل على حقه دستوريا في تعلم لغته وافتتاح مؤسساته التعليمية. اللغة الكردية تحمل أهمية بالغة للمجتمعات الكردية، ليس كوسيلة تواصل فقط بل كركيزة أساسية للهوية والانتماء الثقافي. ما هي أهمية اللغة الكردية للمجتمعات؟ طبعا أولا أي مجتمع من المجتمعات خاصة عندما يكون مجتمع متنوع، هذا المجتمع مجتمع غني في تراثه وثقافته. نحن نعرف المجتمعات المنغلقة هي المجتمعات الأكثر تخلفا،
المجتمعات المنفتحة هي الأكثر تطورا. فالمجتمع السوري على سبيل المثال هو مجتمع متعدد ومتنوع من حيث اللغة، من حيث الهوية، من حيث الدين، من حيث المذهب. فبالتالي الثقافات الموجودة، تعدد وتنوع الثقافات في المجتمع السوري هو ضمانة واستقرار وغنى للمجتمع السوري. اللغة الكردية، إذا أخذنا المجتمع السوري على سبيل المثال، اللغة الكردية هي إحدى اللغات الموجودة، الثقافة الكردية هي أحد الثقافات الموجودة في سوريا. فبالتالي بدون الثقافة الكردية ستبقى، نستطيع أن نقول، المعادلة السورية معادلة ناقصة. لابد من تفعيل دور الثقافة الكردية واللغة الكردية في المجتمع السوري والحفاظ عليها. وهذا الأمر طبعا ما نتمناه من في سوريا المستقبل، من نستطيع أن نقول الجهات السياسية الفاعلة في السياسة السورية أن تمنح أن تعمل، نستطيع أن نقول، على الحفاظ على الهوية والتراث الكردي. فبالتالي لأن الهوية والتراث الكردي هو مهم للمجتمع السوري كونه جزء من هذا الفسيفساء السوري. وهذا الأمر طبعا ينعكس على كافة المجتمعات الأخرى. يعني ضمن لغات العالم لو عدنا مثلا إلى المؤسسات اللغوية العالمية، هناك اعتبار جيد للغة الكردية وتصنيف جيد للغة الكردية، وهناك عدد متحدثين يتجاوز 60 أو 70 مليون إنسان يتحدث بهذه اللغة. خاصة هذه اللغة لها تحمل في داخلها تراث غني وطويل جدا عبر مئات وآلاف السنين. فبالتالي هو بالأساس امتداد لثقافات وحضارات كانت موجودة في الشرق الأوسط كالجوتية والميتانية والسوبارية وسلسلة طويلة من هذه الحضارات، وآخرا نستطيع أن نقول الميدية، وحتى لغة الإمبراطورية الساسانية. فبالتالي هذا التاريخ تاريخ طويل وتراث مهم من ما هو موجود في الشرق الأوسط، فيجب الحفاظ عليه. لذلك تأثيرات هذه اللغة ليس مهم فقط للكرد، أيضا لمجتمع الشرق الأوسط عموما. نعم، نقطة أيضا مهمة ضمن هذا الموضوع، ما هي أبرز السياسات التي أثرت على اللغة الكردية سلبا أو إيجابا؟ طبعا سياسات، إذا أخذنا سوريا كنموذج، كل من كان يتعلم اللغة الكردية أو يعلم اللغة الكردية إذا ألقي القبض عليه فبالتالي هو سيسجن ل3 سنوات كما كانوا يقولون. عملية أنت تتعلم لغتك الكردية، على سبيل المثال في المدارس في المؤسسات الحكومية كان يمنع الحديث باللغة الكردية، حتى وصلنا لدرجة إلى منع الأهل تسمية أبنائهم بالأسماء الكردية. فبالتالي هذه السياسات طبعا لا شك وخلقوا حالة بمعنى فجوة كما نراها حاليا في شمال كردستان، يعني ما بين الإنسان الكردي ولغته وهويته. حاليا عدد المتحدثين لربما قليل جدا كرد، لكن قليل ما يتحدثون باللغة الكردية ويتحدثون باللغة التركية. طبعا هذا الأمر هي نتيجة لسياسات كانت تقوم بها الأنظمة السياسية سواء في تركيا أيضا في سوريا. في سوريا كان لربما حظنا أفضل أنه كثير من المفكرين والمثقفين الذين جاءوا من شمال كردستان، وأيضا هناك حالات ثقافية موجودة أثرت كثيرا في واقع الكردي، وأبقت على طبعا سياسات. هناك اختلاف ما بين السياسات التي مارستها الحكومة التركية والحكومات السورية بحق الكرد، لكن بشكل عام في جوهرها كانت جوهر واحد، هو منع هذه اللغة من التحدث أو من تحدث أو تمسك الناس بهذه اللغة وبهذه الهوية، لأنه نستطيع إمحاء هذه اللغة هي إمحاء للثقافة وإمحاء لشخصية الإنسان الكردي. فبالتالي هذه السياسات أثرت بشكل كبير جدا. من الناحية الدستورية لو عدنا إلى كافة دساتير سوريا منذ العشرين حتى آخر دستور 2012 وزائد أيضا دستور الإعلان الدستوري الأخير، طبعا لا يوجد أي نص دستوري يمنح الكرد وغير الكرد من التعلم بلغتهم. فبالتالي هذه السياسات طبعا لا شك أثرت بشكل سلبي على انتشار اللغة، لكن بالمقابل كما قلنا هناك عمل جاد ومقاومة اجتماعية، نستطيع أن نقول مقاومة ثقافية بالنسبة للكرد في وجه هذه السياسات.
الجانب الإيجابي لربما، طبعا كل شيء كما نقول هناك إيجابيات وسلبيات. لولا هذه سياسات الضغط أيضا لما كانت هناك مقاومة للكرد والتمسك بهذه المفردات. تمسك الإنسان الكردي بمفرداته أيضا كانت نتيجة لهذه السياسات، كانت فعل على هذه السياسات، وهذا الأمر كان له بعدا إيجابيا بهذا الموضوع، وما زال الإنسان الكردي محافظا على هويته ولغته. وإذا نقرأ تاريخ الشرق الأوسط، تاريخ المنطقة، نرى هناك العديد من اللغات التي كانت موجودة في المنطقة واضمحلت هذه اللغات ولم تبقى ولم يبقى لها أثر، أو عدد المتحدثين فيها كان قليل، أصبح قليل جدا. لكن اللغة الكردية على الرغم من كل السياسات وعلى الرغم من السياسات التي المتبعة ومن اتفاق الدول على الهوية والثقافة الكردية وحالات الحروب وحالات عدم الاستقرار، لكن لم يستطيعوا مطلقا إمحاء اللغة الكردية والهوية الكردية، وهذا يدل على أصالة هذا الشعب وقوته في الشرق الأوسط. نعم. اللغة ليس فقط وسيلة تواصل، ولكن هي روح الأمة، وغيابها يعني غياب الرواية والذاكرة والانتماء. ما مصير المجتمع الذي فقد لغته؟ طبعا مصير المجتمعات التي تفقد لغتها طبعا لا شك الاضمحلال سيكون. يعني هناك كثير من اللغات كانت في فترات تاريخية هي لغات ثقافية ولغات رائجة في المنطقة، وكثير من الشعوب تبنتها وتحدثت بها، لكنها اختفت. مع اختفاء هذه اللغة لا شك سيؤدي إلى زوال هذا الشعب، لأنه الشعب أي إنسان لا يمتلك لغة وهوية وثقافة سيضمحل بكل سهولة، يعني سواء في المجتمعات أو في اللغات وفي الثقافات الأقوى. لكن من يمتلك اللغة، يعني هناك حسب تصنيف الأمم المتحدة أو اليونسكو أن هناك 6000 لغة مهددة بالانقراض. 6000 لغة في العالم مهددة بالانقراض. السبب لعدم المتحدثين بهذه اللغة، مع مرور الزمن ستختفي هذه اللغات. فلا شك اللغة ليست وسيلة تواصل فقط، أيضا يتم فيها التعبير عن المشاعر، عن الأفكار، عن الرؤى، فبالتالي وجود اللغة مهمة جدا، لأنها أداة أساسية لتعبر بماذا أشعر أنا كإنسان كردي، كيف أفكر، كيف يفكر الإنسان الكردي، ما رؤية الإنسان الكردي لواقع من حول لما حوله، مثال على سبيل المثال. فبالتالي مهم جدا الحفاظ على اللغة الكردية. لكن يعني نستطيع أن نقول في الفترات الأخيرة اللغة الكردية قفزات نوعية، سواء من حيث الانتشار. يعني لو نحن قارنا بين قاعدة اللغة الكردية ما قبل الثورة السورية وبالمرحلة الحالية، يعني في مرحلة من مراحل ربما عندما كنا ندرس الأبجدية الكردية في البيوت وبشكل سري، حتى الآن إذا مسكنا كتاب أو حاولنا قراءة كتاب لربما نتلكى بعملية القراءة، لكن الطفل الذي قام درس مثلا الصف الأول والثاني والثالث بطريقة منهجية بمنهاج باللغة الكردية، طبعا لا شك سيكون متمكن جدا، وهو قادر على التعبير عن نفسه وعن مشاعره وأفكاره، وقادر على مناقشة أي موضوع سواء كان فلسفي أو سياسي أو علمي باللغة الكردية، على خلاف ما كان موجودا في السابق. فبالتالي لا شك اللغة تخرج عن إطار كونها فقط أداة تواصل، بل هي أداة تعبير وأداة رؤية وتفكير في كافة المجالات. نعم. وأيضا ما هو دور الأسرة في حماية لغة الأم؟ طبعا دور الأسرة، طبعا الأسرة ركيزة أساسية. الطفل نقول لغة الأم، يعني اللغة التي يتعلمها في البيت، يتعلمها في الأسرة. فبالتالي هذه اللغة دور الأسرة ووعي الأسرة لإدراك أهمية هذه اللغة، أو إدراك أهمية كيفية الحفاظ على الهوية والثقافة الكردية. فبالتالي الأسرة لا شك الواعية، الأسرة الكردية هي الأسرة التي نستطيع أن نقول تتحدث
لا تعلم فقط ابنها، تتحدث بالأساس تتحدث اللغة الكردية في البيت. إذا كان الأب والأم يتحدثون اللغة الكردية فلا شك بطبيعة الحال الأبناء أيضا سيتعلمون اللغة الكردية. لكن إذا كنت كردية وتحدث البيت اللغة العربية فلا شك أبنائي سيتعلمون اللغة العربية، فستصبح اللغة العربية اللغة الطاغية، والتعبير سيكون باللغة العربية أسهل بكثير من التعبير باللغة الكردية. طبعا لا شك لا ننكر دور السياسات. أحيانا هناك كثير من العوامل تساهم بإضعاف اللغة الكردية بين الأسر الكردية. يعني دور السياسات، لا ننسى السياسات الأنظمة التي مارستها. أحيانا هناك حالة الشعور بالنقص، وكأنه اللغة العربية أو أي لغة أخرى هي طبعا أيضا يعانون العرب من هذا الموضوع. هناك بعض مثلا يتبنوا اللغة الإنجليزية أو الفرنسية على حساب اللغة العربية. أيضا بجانب الجوانب أيضا الهوية العربية والثقافة العربية واللغة العربية أيضا تعتبر هذا يعني إشكالية. فما بالك إذا كان هذا الأمر متعلق باللغة الكردية وبوضع الشعب الكردي. فعقدة النقص أحيانا تدفع الإنسان أيضا التخلي عن لغته في المنزل. لكن ما زلنا إذا كان ما زالت اللغة الكردية حية حتى الآن لا شك بفضل الأسر الكردية والوعي الذي كان موجود لدى آبائنا وأمهاتنا والذين علمونا اللغة الكردية. ولا شك هم شريحة واسعة جدا في عموم كردستان، والدليل استمرار اللغة الكردية حتى الآن. نعم، وضع اللغة الكردية يختلف بشكل كبير بين أجزاء كردستان الأربعة، وذلك بحسب الحكومات وذلك بحسب السياسات الحكومية والاعتراف الرسمي وحرية التعبير. كيف تقيمون وضع اللغة الكردية في الأجزاء الأربعة من كردستان، وخصوصا من حيث الاعتراف القانوني والتعليم والإعلام؟ طبعا حاليا نستطيع أن نقول مثلا في جنوب كردستان كما قلنا بال2005 عندما تم وضع الدستور العراقي الجديد ووضع الدستور العراقي، فهناك نص واضح صريح أن اللغتان الرسميتان في العراق هما اللغة العربية واللغة الكردية. منجز كبير جدا كنص دستوري، يعني لا يعلى عليه، لا يعلى على النص الدستوري. فبالتالي هذا الأمر مهد لفتح العديد من مؤسسات اللغة الكردية وانتشار واسع للغة الكردية والتدريس والتعليم في المدارس باللغة الكردية بغض النظر عن اللهجة. عندما أقول لغة كردية أنا لا أقصد فقط اللهجة، لا أقصد بها الكرمانجية، بل أقصد بها سواء كانت السورانية أو الكرمانجية أو الزازكية. أي لهجة نستطيع أن نقول تدرس وتنال حقوقها هو مكتسب للغة الكردية والشعب الكردي. هذا الأمر من الناحية الدستورية في العراق. هناك طبعا كثير من الجامعات حتى تم افتتاحها بالتعليم فيها تتم باللغة الكردية. نحن نعرف أن اللغة الكردية واللغة الإنجليزية وبالترتيب الثالثة اللغة العربية في جنوب كردستان. في سوريا كما نعلم الوضع السوري كانت كل الدساتير القوانين تمنع التحدث باللغة الكردية، لكن حاليا بعد قيام الثورة السورية وسقوط نستطيع أن نقول سقوط نظام البعث وأيضا الشيء الآخر نستطيع أن نقول حتى توقيع الاتفاقية الأخيرة ما بين الجنرال مظلوم عبدي ورئيس المؤقت أحمد الشرع، يعني خلق أرضية جيدة حتى يتم تثبيت اللغة الكردية في نص قانوني أو دستوري. يعني هذا خلق أرضية جيدة في هذا الإطار. فالوضع السوري ما زال في طور الحركة، لم يتوقف بعد حتى نصل إلى صيغة نهائية. وطبعا لا شك مطلوب منا العمل بجدية لهذا الموضوع لتثبيت حقوق الكرد، ليس فقط اللغة الكردية بل كافة الجوانب، سواء من الناحية الاجتماعية ومن الناحية السياسية ومن الناحية الثقافية والاقتصادية كحقوق للكرد كالمكون الكردي أو الكرد ولباقي مكونات نستطيع أن نقول شمال شرق سوريا في الدستور. الأمر في شمال كردستان أيضا لا شك القوانين والنصوص الدستورية لا تسمح بالمطلق بتاتا بتعلم اللغة الكردية. إذا كان هناك بعض التوجهات نستطيع اللهجوية يعني المحلية ضمن لغات محلية ليست كلغات كردية.
فبالتالي ليست كلغة كردية نستطيع أن نقول. طبعا بالتالي أيضا المبادرات الأخيرة وعملية السلام الأخيرة في شمال كردستان أتمنى أنه تنعكس بشكل إيجابي وتكون ممهدة لوجود دستور يحفظ فيه حقوق اللغوية والثقافية للشعب الكردي. في شرق كردستان للأسف الواقع أيضا ما زال مزريا، وما زال الكرد بعيدون عن النص الدستوري لحفظ تراثهم وثقافاتهم. نعم سيد آزاد، برأيك إلى أي مدى من المهم للأكراد أن يتعلموا العديد من لهجات اللغة الكردية؟ طبعا عملية التعلم لهجات اللغة الكردية مهمة جدا حتى ضمن اللهجة الواحدة، كونه اللغة الكردية متعدد اللهجات، وهذه اللهجات أيضا لها تفرعات كثيرة. يعني لو أخذنا على سبيل المثال بحسب تجربتنا 3 مناطق كردية في عفرين وكوباني والجزيرة، نرى الاختلاف في اللهجة ما بين الجزيرة وكوباني وعفرين في مرحلة من المراحل. يعني نستطيع أن نقول مثلا ابن الجزيرة قد يلاقي صعوبة في فهم ما يتحدث به ابن الكردي في عفرين، وأيضا في كوباني يمكن يلاقي صعوبة ما يتحدث به الكردي في الجزيرة. طبعا ليست اختلافات جذرية، نستطيع أن نقول ليست بلغة واحدة، لكن هي أمور لهجوية، أمور لهجوية. هذا الأمر متى يحل؟ يحل بمسألة الاختلاط في الجامعات، خاصة في جامعات نستطيع أن نقول شمال شرق سوريا. عندما يأتي من كوباني يدرس في الجزيرة، أو الجزيرة يذهب إلى جامعات، على سبيل المثال كان في عفرين مثلا، فالأمر في السابق كان مثلا هناك تواجد لجميع الكرد في جامعة حلب، في جامعة دمشق. هذا الأمر سهل كثيرا من عملية فهم صوتيات، نستطيع أن نقول اللفظ، كيفية اللفظ مثلا الكلمة، ربما الكلمة تكون نفس الكلمة لكن الاختلاف في اللفظ قد يؤدي إلى صعوبة في معرفة معنى هذه الكلمة. طبعا لا شك هناك أيضا كلمات تميز بعضها، كل لهجة لها مفرداتها المختلفة التي تتميز عن اللهجة الأخرى. من الضروري جدا لو نستطيع أن نقول أن تتيح لنا الفرصة، وإذا أتيحت لأي شخص أن يتعلم أي لهجة من اللهجات الكردية مهم جدا. هذا إغناء للتراث اللغوي لهذا الشخص والتراث الثقافي لهذا الشخص. يعني عندما أتعلم مثلا السورانية يكون لي اطلاع على الزازاكية، على كل باقي اللهجات الأخرى. أنا أستطيع على سبيل المثال لو تعلمت مثلا أنا الهورمانية، نحن نعرف الهورمانية كانت هي اللهجة الأساسية للهجة الدولة الساسانية، فبالتالي كل تراث الإمبراطورية الساسانية يمكن أن أقرأه وأفهمه. مثلا اللغة الأفستية، اللغة الأفستية القديمة مثلا كتب بها زردشت مثلا كتاب الأفستا. عندما أكون على دراية بهذه اللهجة أنا يمكن أن أفهم ماذا كتب زردشت مباشرة من مصدري الأساسي. فبالتالي لا شك التعرف على معرفة وتعلمنا لباقي اللهجات، هذا الأمر سيكون إغناء لثقافتنا ولغتنا وهويتنا. نعم، مستوى قواعد اللغة الكردية. النحو والصرف في كردستان يختلف حسب المنطقة واللهجة والبنية التعليمية. ما هو مستوى قواعد اللغة الكردية في كردستان، ولكن بشكل مختصر نظرا لضيق الوقت؟ طبعا هناك كثير من الدراسات والأبحاث والكتب التي صدرت في مجال اللغة الكردية. أنا أعرف أمير جلادات بدرخان كان لديه كتاب حول اللغة الكردية، رشيدي كرد لديه كتاب حول اللغة الكردية. أعرف مؤخرا سامي تان له دراسات أبحث في اللغة الكردية، وهناك قواعد اللغة الكردية. طبعا هناك كثير من الدراسات والأبحاث في هذا المجال، وحتى بعض الباحثين والمختصين دخلوا في المجالات التخصصية البحتة، يعني تعمقوا أكثر بقواعد اللغة الكردية. فلا شك قواعد اللغة الكردية من الضروري جدا أن تتوحد هذه القواعد. ولربما هناك اختلافات لهجوية، هناك تأثيرات بعض اللغات الأخرى على بعض اللهجات، لكن من المهم جدا كون قاعدة اللغة الكردية وجذرها واحد
من المهم جدا أن يكون لدينا قواعد موحدة للغة الكردية على أساسها يتم نستطيع أن نقول تصحيح مسار اللغة ومعالجة نستطيع أن نقول والسلبيات مثلا، أو ما هو النشاذ أحيانا نتيجة انحراف هذه اللغة أو هذه اللهجة نستطيع أن نقول عن مسارها الصحيح نتيجة تأثرها بالثقافات واللغات الأخرى. نعم سيد آزاد، كلمة أخيرة نختم بها حلقتنا. طبعا لا شك بداية أترحم على الشهداء وشفاء العاجل للجرحى، ولا شك هذا اليوم نحن نجلس في قناة روجافا للتبث من قامشلو، وهو منجز كبير من منجزات تضحيات شهدائنا وتضحيات أهلنا نستطيع أن نقول ومجتمعاتنا. التاريخ الكردي تاريخ مشرق ونير، التاريخ الكردي له جذور حضارية عميقة، فالحفاظ عليه يكون عن طريق اللغة. وأدعو الجيل الكردي الأجيال الكردية الحالية والقادمة العمل بجد على تطوير اللغة الكردية والحفاظ على الهوية الكردية والثقافة الكردية. نعم سيد آزاد برازي، نائب الرئاسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا، نشكرك جزيل الشكر. أهلا وسهلا. وبذلك أعزائي المشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.